مر 5 سنين من يوم طلاقي. كان عمري وقتها 33 سنة، والشركة شغالة كويس، الفلوس موجودة، بس من جوايا كان في فراغ كبير. بالليل البيت كان بيقابلني بسكون، السكون اللي بتتعود عليه ومع الوقت بيبدأ يضغط على دماغك. اتعودت أنام على صوت الثلاجة وعلى صوت أفكاري. كانت فأكر إن الحياة هتفضل كده، شغل، جيم، خروجات خفيفة مع أصحاب، وبعدين أرجع لنفس البيت ونفس الوحدة. الثلاث اللي حصل فيه كل حاجة ده عمري ما هنساه. اليوم كان ثقيل، اجتماعات وراء بعض، ولما رجعت رميت نفسي على السرير حتى من غير ما أغير هدامي. التعب كان زي بطانية ثقيلة، بس بدل ما تدفي كانت بتخنق. البيت كله كان ساكت، السكون المعتاد اللي في كل ركن. بس الليلة دي بالذات الإحساس كان مختلف، كأن السكون هش ومش مطمن. وفجأة تقطع الصمت ده بصوت خبط خفيف على الباب. خبط متردد كده، كأن اللي بيخبط مش متأكد إنه من حقه يزعجني. قمت نص قومه، وحلقي نشف. ناديت على ابني لوكاس بصوت وطي. الباب أتفتح ببطء ومعه صوت صرير خفيف، ودخل لوكاس. كان لابس بيجامته، بس البيجامة دي مبقتش بتاع طفل. هو بقي عنده 20 سنة، جسمه أتغير، ملامحه بقت حادة، وكتافه بقت أعرض. وأنا لسه ببصله كأنه الولد الصغير اللي كانت بعلمه يركب العجلة. قال بصوت وطي وعينه في الأرض إنه مش عارف ينام. شاورت له يقرب، وطبطبت على المكان الفاضي جنبي على السرير. أتردد ثانية وبعدين نام جنبي. السرير أتحرك تحت وزنه، وبقينا جنب بعض على مسافة بوصات بسيطة. حرارة جسمه وصلتني فورا. حاولت أبعد نظري، بس ما قدرتش أنكر إنه مبقاش طفل. بقي شاب بجد، وده عمل جوايا إحساس غريب بين الفخر والإحراج. كأن الزمن عاد من غير ما آخذ بالي. همس وقال ماما. الكلمة دي كانت فيها حيرة كبيرة خلتني أحس بحاجة بتقبض على صدري. قال إنه ساعات بيحس بوحدة كبيرة حتى وهو في البيت ومعاريا. أنا ملقش كلام أقوله، فمديت أيدي وحطيتها على كتفه. هو على طول قرب وحضني جامد. حضن قوي، كأنه خايف يسيبني. حسيت بنفسه على رقبتي، وحسيت بنبضات قلبه. ولأول مرة حسيت إني أنا كمان برد الحضن ده. وفي اللحظة دي حاجة غريبة صحيت جوايا، حاجة فيها قلق أكتر من أي حاجة تاني. شكرني وغمض عينه ونام. وأنا فضلت صاحي بفكر، وبسأل نفسي إيه اللي حصل النهارده. ليه الحضن حسيته مختلف، وليه أنا ما قدرتش أبعده عني على طول. طول الليل الأفكار دي كانت بتلفي دماغي. الصبح لقيته نايم جنبي مرتاح، وشمس الصبح جاية على وشه، ورجع شكله بريء زي زمان. بس أنا من جوايا كان في عاصفة. هربت على المطبخ الصبح عشان أشغل نفسي. بدأت أعمل فطاير زي زمان أيام ما كان صغير. بعد شوية دخل عليا وقال صباح الخير، بس صوته كان فيه حاجة غريبة. حاولت أتكلم عادي وأهزر، بس كنت حاسس بنظراته. نظراته بقت مركزة زيادة عن اللزوم، كأنه بيراقب كل حركة بعملها. اتوترت بس عملت نفسي مش واخد بالي. على الفطار نفس الموضوع، مش بيبصلي مباشرة، بس أنا حاسس بتركيزه عليا في كل لحظة. الجو في المطبخ كان مشحون، رغم ريحة الفطر الدافية. كان في حاجة بينة مش قادرين نسميها. وكل ما اليوم يعد الإحساس ده كان بيكبر وبيتعقد أكتر. بالليل رجع نفس الإحساس. كانت قربت أنام لما سمعت صوت خطوات خفيفة.
فتحت عيني بالراحة ولقيت خياله واقف في الأوضة. عينيه كانت بتلمع في ضوء القمر. قرب مني خطوة وراء خطوة لحد ما بقت ملامحه واضحة. كان في عينيه تصميم عمري ما شفته قبل كده. قلبي بدأ يدق بسرعة، وقبل ما استوعب لقيته قرب وباسني على شفايفي. الزمن وقف ثانية واحدة، بس حسيت إنها سنة. أنا أتجمدت مكاني. هو بعد بسرعة وحط جبينه على جبيني. في عينيه كان في ألم كبير، والألم ده هزني من جواي أكتر من أي حاجة. زقيته بعيد بسرعة وقلت له بس وقف. صوتي كان بيترعش. قالت له إن ده غلط، وإن ده ما ينفعش يحصل. أنا نفسي ما كنش فاهم إيه اللي بيحص، بس كنت عارفة إن لازم أوقف الموضوع هنا وأحط حدود واضحة. حاول يقرب تاني، بس أنا بعدت براحة. الليل ده عدت كله أسئلة من غير إجابات. الصبح خرج بدري من غير كلمة، وأنا فضلت قاعد مع نفسي ومش فاهم أعمل إيه. خرجت من البيت بعدها وأنا تايه. حاولت أقنع نفسي إني أنسى وأبدأ من جديد، بس كان في حاجة جوايا بتتكسر. قعدت أسأل نفسي، ابني مبقاش طفل، بس هل أنا اللي رافض أشوف ده؟ هل أنا اللي ماسك فيه عشين خئيف أبقى لوحدي؟ قررت أروح لمتخصص نفسي. لأول مرة أعترف إن في حاجة أكبر مني. وهناك فهمت كلمة مهمة اسمها الحدود. حدود بين الأب وابنه لما الابن يكبر. فهمت إن الحب لوحده مش كفاية، ولازم يكون في مسافة صحية. فهمت إني بعد الطلاق خليت لوكاس هو كل حاجة في حياتي، صاحب وكل حاجة. ومع الوقت مسحت الحدود اللي بينا من غير ما أحس. عرفت إن ده اسمه تعلق عاطفي مرضي، وإن كتير من الآباء بيعملوه من غير قصد. بيخافوا يسبوا ولأدهم فيفضلوا منسكين فيهم زيادة عن اللزوم، والنتيجة إن الطرفين بيتأذوا. الأسابيع اللي بعد كده كانت أصعب أسابيع عدة عليا. قعدت مع لوكاس وتكلمت معه بصراحة. قلت له إني بحبه أكتر من نفسي، بس إن علاقتنا لازم تتغير. قالت له إني مش هينفع أكون أبوه وصاحبه وكل حاجة ليه في نفس الوقت. لازم يبقى لي حياته، أصحابه، علاقاته. ولازم أنا كمان أتعلم أعيش حياتي ومربطهاش به بس. الكلام كان تقيل عليه، زعل واتضويق وقال إني ببعده عني. بس أنا سكت وسمعت، لأن فهمت إنه هو كمان خايف يكبر ويطلع للدنيا من غير ظهره اللي متعود عليه. بدأنا نحط قواعد جديدة. أنا مبقتش أدخل أوضته من غير استئذان، وهو بطل يدخل عليا بالليل. بقينا نقضي وقت منفصلين. أنا رجعت لهواية قديمة، اشتركت في كورس، بقيت أخرج مع صحابي أكتر. وهو بدأ يتعرف على ناس جديدة ونزل تدريب في شغل. كان مؤلم، كأنك بتقطع جزء منك. بس مع الوقت الدنيا هديت. الفراغ في البيت مبقاش بيخنق، بقي مساحة للنفس. بعد 6 شهور لاحظت الفرق. لوكاس بقي أهدأ، واثق أكثر في نفسه. بدأ يحكي لي على بنت عجباه. وأنا لأول مرة حسيت بفرحة حقيقية عشينه، مش غيرة ولا خوف. فرحة أب شايف ابنه بيكبر صحة. وأنا كمان أتغيرت. فهمت إن قوة الراجل مش في إنه يسيطر على كل حاجة. القوة الحقيقية إنك تعرف تسيب. إنك تعترف إن ابنك كبر وله حق يعيش حياته. وإنك تحط الحدود حتى لو ده يوجعك. لو أنت بتسمع الكلام ده وحاسس إنك في نفس الموقف، عايز أقولك حاجة. الموقف اللي شايف مسدود ممكن يكون هو نفسه نقطة التحول لك ولابنك. المهم متتجاهلش الإشارات.
ما تقلش دي فترة وهتعدي. بص على 3 حاجات. أول حاجة طريقة كلامكم مع بعض، هل في احترام للمساحة الشخصية؟ تاني حاجة بتقضوا وقتكم أزئي، هل كل واحد ليه حياته بره البيت؟ ثالث حاجة أنت نفسك عامل إيه، هل ليك دعم وسند غير ابنك؟ لو إجابتك على 2 من ال3 أسئلة دي لا، يبقى لازم تتحرك وتغير. ده مش خيانة ولا قسوة، ده حب. الحب الصح بيعرف يسيب. أنا مش عارف إيه اللي هيحل بيني وبين لوكاس بعد كده. العلاقة مع الابن الكبير شغل مستمر. بس اللي أنا متأكد منه إني ما بقتش خايف من الشغل ده. لأني فهمت إن القرب الحقيقي بيبدأ بالاحترام. احترام حدود الطرف الثاني. والليلة دي غيرت كل حاجة، مش عشاني حاجة حصلت، بس عشاني أنا أخيرا شفت الحقيقة. شفت إن ابني كبر، وإني أنا كمان لازم أكبر معاه. لو عندك قصة شبه كده اكتبها في الكومنتات. ساعات الكلام بيخفف أكتر من شهور تفكير لوحدك. ولو حاب مواضيع عن العلاقات النفسية والعائلية من غير تجميل، اشترك وخليك متابع، اللي جاه يكون أعمق.